دي أول وأهم خطوة لو أنت طالب في الأمريكان دبلومة. هاي، أنا اسمي ميس إيمان أبو علفة، أنا بدرس إنجلش للأمريكان دبلومة من حوالي 20 سنة، وحابة إن أنا أساعدك إنك تجيب أعلى سكور. أول حاجة المفروض إنك تعملها، أول وأهم خطوة، إنك أنت تخش على khanacademy.org. أول ما بتخش على khanacademy.org بيطلع لك الشاشة دي. طبعا أنت المفروض تعمل لنفسك أكاونت. هندوس على ساين أب، هتختار learner، وهتحط تاريخ ميلادك، الشهر والسنة. بعد كده هتخش تعمل ساين أب بالإيميل بتاعك. هيطلع لك المربع ده، تدوس على next. بعد كده هو هيطلب منك انك تحدد المرحله الدراسيه بتاعتك، فبروبلي انت مثلا ممكن تبقى جريد 10، جريد 9، وات ايفر. كمان هيطلب منك انك تحدد الكورسز اللي انت عايز تشتغل عليها. انا هنا هختار test preparation sat math sat reading and writing، وممكن احتاج الجرامر. طبعا انا اقدر بعد كده later on لو انا حبيت ان انا اغير الكورسز اللي موجوده على الحساب بتاعي، بختار edit courses. وبكده انت عملت اهم واول خطوه في طريق نجاحك في الامريكان دبلومه. استناني في الفيديو اللي جاي عشان اقول لك الخطوه التانيه المفروض تبقى ايه.